السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم كفتة الرز بطريقة بسيطة جدا وبمكونات كلها موجودة عندنا في البيت، ولا هتقفي عليها بالطوابير بره عند بتاع الجزارة ولا أي حاجة، هتعمليها في البيت بسهولة جدا وبوقت بسيط قوي. جبت بصلتين، حوالي 5 فصوص من الثوم، وفلفلاية وشبت وكزبرة وبقدونس. الكزبرة اختياري، ممكن تضيفيها أو ممكن لأ. وبعدين في الكبة بنفرم البصل والثوم والفلفل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعدين نبدأ نضيف الخضرة وهنضربهم في الكبة العادية بتاعتنا خالص بسهولة جدا لحد ما نفرم الخضرة تبقى بصوا زي المية كده. ودي لحمة مفرومة، دي حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. يفضل اللحمة تكون جملي، دي لحمة عادية، دي اللي كانت متاحة عندي. لو انتوا هتجيبوا مخصوص جيبوا اللحمة الجملي افضل بكتير في كفتة الرز. وبعدين ضفت عليها البهارات السبعة ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة من الملح وقلبتهم مع بعض. بالنسبة بقى للرز، انا عندي الرز اللي هو المطحون جاهز، جبته من بره، اسمه دقيق رز، هو مطحون كده جاهز. لو انتوا هتعملوه في البيت بتبقى بتنقعوا الرز لمدة مثلا 5 أو 6 ساعات في مية وتسيبوه لحد ما ينشف خالص، وبعدين تقوموا طحنينه في المطحنة طحن ناعم جدا، بتصفوه بالمصفى، ولو لقيتوا لسه فيه قطع بتطحنوها مرة تانية لحد ما يبقى ناعم جدا معانا بالشكل ده بس. وبالنسبة لو انتوا هتعملوا كيلو من اللحمة المفرومة، قدامها حوالي نص كيلو شوية كده من الرز. هنعمل نص كيلو من الرز قصاده حوالي ربع كيلو من نص كيلو قصدي من اللحمة، قصاده ربع كيلو من الرز. تمام. ما تكتروش الرز قوي كتير معاها علشان خاطر ما يبقاش الكفتة جامدة معانا. وبصوا انا كده عملتها، عجنتها كويس جدا، وبصوا طلعت حلوة جدا ازاي، والعجينة متماسكة، لا فكة ولا حاجة، ولا العجينة جامدة زيادة عن اللزوم ولا هي فكة، طلعت متوسطة بنفس المقادير اللي انا قلت لكم عليها. نص كيلو من اللحمة قصاده ربع كيلو من الرز، او ممكن تزودوا عن الربع شوية صغيرة. شايفين؟ وانا كده صبعتها كلها، بنصبعها بايدينا عادي جدا، الحجم بقى ده بتاعكم زي ما انتوا عايزين. وبعدين بنحطها في الفريزر، ويفضل تحطوا فواصل كده زي ما انا حاطه، وتطلعيها بقى من الفريزر تحمري وتقلي في الزيت على طول. بصوا لونها عامله ازاي، وحطيتها بقى مع البطاطس، تعملوها بالصلصه تاكلوها محمره جميله جدا. وبصوا طريه وفي نفس الوقت ما فكتش معايا في الصلصه وانا بطبخها، حلوه قوي 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 في منتهى الجمال. جربوا كده الطريقه دي وقولوا لي عملتوها ازاي، ولو عجبتكم الوصفه قولوا لي رايكم في الكومنتات. شكرا لمتابعتكم.